الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. وكم مرحبا بكم في قناتي طبخ وتدابير سيدو. لأول مرة تشوف قناتي نقول لك مرحبا بك، شرفتيني ونورتيني. اللي مش مشتركة نقول لك اشتركي معايا وفعلي داك الجرس باش يوصلك كل جديد، واللي راهي معايا لا تخلي تعليقات اللي محفزتني. نقول لكم شكرا على الدعم نتاعكم، شكرا على التعليقات تاعكم المحفزه لا يدخل لي السرور والفرحه لقلبي. ربي يفرحكم ويعطيكم راكم متمنين بنات. اليوم جيتكم البنات واحد الوصفه اقتصاديه البنات، وصفه جد بسيطه والبنه يا سلام اروع ما يكون. عندك حبيبات نتاع الكورجات ولا كابويه خضراء ولا جريوات، كل واحد كيفاش يقولها. اروحوا ديروا هذه الوصفه الرائعه تستحق التجربه وتستحق انكم ديروها للوليدات ان شاء الله. تقدروا تحضروها ولا تقدموها مع لاصوب مع شوربه، كيما حبيتي، لكن الاختيار في هذه المرحله. اروع كورجات على الإطلاق، تجي بنينة بنتها يا سلام يا سلام البنات. حتى تجربوها وتردوا لي بالخبر وتقول يا سيدو راهي نجحت لنا هاد الوصفة اللي جيت اقتصادية وسهلة وفي متناول الجميع البنات. شوفوا كي جات معايا، روعة البنات، روعة. نظن الصورة ولا الفيديو راه يوضح في الوصفة نتاع اليوم كيفاش جات معايا مقرمشة من برا، اروع ما يكون. تستحق التجربة وتستحق انكم ديروها باذن الله. بلا ما نطول عليكم نبداو الوصفة على بركة الله. هنايا عندي غير ذو الحبيبات نتاع الكابويه الخضراء، وانا درت هذيك الكميه كما شفتوا المعتبره. هنا حبيبات نتاع الكورجات هم عندي كبارين. كيفاش روحت جبت السكين هنايا وروحت خلطتهم كيما هكا البنات غير شويه، ما حبيتش نجرهم كامل، لا غير نخلطهم كيما هكا باش تبقى هذيك البنه نتاع الكورجات. هايا لا كما راكم تشوفوا نحاول نقلعو هذاك القاع نتاع الكورجات، والراس البنات ما لازمش تقلعوه. هذاك الراس هو اللي غادي يقضب لي هذوك الصبيعات نتاع الكورجات نتاعي. هايا لا نحطهم هكا، ندير لهم الكميه نتاع الماء، نغسلهم غايه كيما راكم تشوفوا، ونجيو لطريقه التقطيع نتاعهم. هنا في الاول غادي نقطع الحبه تاع الكورجات على 2 على 2 كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، ومن بعد نحكم كل نصف نتاع كورجات ولا كابويه خضراء ونديرها كيما هكا صبيعات. انا قطعتهم على 4. هنايا عندي كورجات راهي شويه خشينه، اذا كانت عندكم كورجات تاعكم شويه صغيره قطعوها غير 3. من احسن تخيروا الكورجات اللي تكون كبيره باش تقدر لكم الطياب البنات، هادشي طيب بالخوف باش ما تغبنكمش وما ينقطعكمش هذوك الصبيعات. هايا لا شوفوا كل صباح فرسته وحده بلا ما نوصل الراس نتاع الكورجات، لازم ما توصلوش للراس البنات. هايا لا كيما هكا نقطعها فيه على 2 في الطول، وكل نصف نقطعه على 2 كذلك، نتحصل على 4 اصابع بهذا الشكل. جاو 4 البنات روعه بالبزاف ويوجدوا ليه المرأة العاملة نقول لك ديري هذه الوصفه اللي تسليق بك، جيت سهله وبسيطه. هنايا جبت الطنجره مرميطه، درت الكميه نتاع الماء هنا راه سخون البنات. درت الكميه نتاع الملح المختبره على حساب الذوق، كما نعرفوا الكابويه ما تحمش ولا ما ترفتش الملح، ودرتهم في وسط هذاك الماء البنات. نغطي عليهم ونخليهم كي يبداو يطبخوا ولا كي يبداو يفيضوا نحسبوا لهم 5 دقائق ونحوهم، لا اكثر ولا اقل. سيرتو الكورجه تاعكم اذا كانت صغيره ما ننصحكمش توصلوا 5 دقائق. انا عندي شويه كبارين خليتهم 5 دقائق. هنا بعد ما جازت هذيك 5 دقائق عياله فتحت الغطاء وروحت قلعتهم. عياله بلا تخلهم نص الطياب، بلا ما نزيد ولا بلا ما نخليهم يطيبوا بزاف ويرتفزوا معايا. هايا لا ويقعد الشكل نتاعهم هو نحتاج هذوك الاصابع
باش من بعد كي نروح نقليهم نتحصلوا على شكل ولا اروع. وصفة بسيطة وراقية في نفس الوقت. هيا لا هنايا الكوجات تاعي غادي نخليها البنات حتى تبرد معايا تماما. لازم الكوجات تكون باردة البنات باش نكملوا طريقة الطياب نتاعها. اذا كانت سخونة ما ننصحكمش ابدا باش تقلوها وهي سخونة، لازم تبرد تماما. وهنايا عندي الحبيبة نتاع البيض، علبة نتاع يايورت كما راكم تشوفوا. هذا اليايورت البنات غادي يعطينا البن لهاد الكوجات تاعنا روعه البنات. عندي توابل، عندي الزعيت راه لي ضروريه، الفلفل الاسود، وعندي الكميه نتاع راس الحانوت البنات، والملح كذلك. الملح ما كثرتش بزاف. ونروح نخلط هذيك الحبيبه تاع البيض مع هذاك اليايورت الطبيعي البنات، نتحصل على خليط يكون شويه ثقيل هكا. هاي ندخله كامل. وهذاك الزعتر البنات ضروري للوصفه نتاعنا، نتحصلوا على اروع كوجات على الاطلاق. انا البنات ضفت هنايا كما شفتوا، ضفت نص كاس نتاع الحليب نتاع الفنجان تاع الاتاي، الكاس تاع الاتاي هذاك الصغير. واذا درتي الكاس كبير ديري قيس ربع كاس نتاع الحليب، ولا قيس 4 مغرفات كبار نتاع الحليب. خلطتهم غايه. جبت هذيك الكورجات البنات ولا هذوك الاصابع تاع الكورجات كما فهمتكم كما قلت لكم راهم باردين تماما. وعندي هنايا لاشابيغ اللي هو الخبز المحمص المطحون. هو البنات هنا ما درت له لا توابل هذا الخبز لا حتى شيء، رمتها في هذاك الخبز وعاود جيت غمسته في هذاك الخليط نتاع البيض ونتاع اليايورت، نقطره غايه. هذاك الراس شوفوني خالته مساعدني باش نفد هذوك الصبيعات، ونعاود نرمدهم في هذيك لاشابيغ بهذه الطريقه. نحاول نحل دوك الصبيعات وكاع نرمدهم، ما تخلو حتى مكان. وندير المقيله نتاعي فيها الكميه نتاع الزيت ماشي بزاف. هنا راهي سخونه معايا مباشره، تروحي تقلي هذو الصبيعات تاعك مباشره، ما تخليش حتى تحطيهم بعد تقليهم، لا ترمديهم وتروحي تحطيهم في المقلاة نتاعك. نعاود معاكم حبيبه اخرى. هايل روحت رمتهم في لاشابيغ هكا، نعاود نردهم في هذاك هذاك السائل يعني خاتمته، نغمسهم غايه ونقطرهم غايه في نفس الوقت. انا هادو الحبيبات تاع البيض وهذاك اليايورت كفاوني، هادو الحبيبات تاع زوج، هادو الحبيبات تاع الكورجات كفاوني. وانتم درتوا كميه اكبر غادي تطلبوا كميه اكبر. ها هي البنات نعاود نرمدهم غايه، ونحاول نحل هذوك الاصابع نتاع الكورجات ونرمدوهم غايه الغايه مباشره الى المقلاة، كذلك مباشره الى المقلاة. هيا البنات راني نقلي فيهم هنايا، وكميه نتاع الزيت ماهيش بزاف، ونبدا نقلب فيهم حتى نتحصلوا على اللون المحمر البنات. خليهم يطيبوا البنات، ما تقلقوش عليهم كامل، خليهم يطيبوا حتى يعطوكم اللون الاحمر، حتى يزيدوا هاي البنات من داك نقلب فيهم هكا حتى نتحصلوا على اللون اللي باغياته. لازم تخليهم يحمروا البنات. ونكمل الصبيعات الاخرين ونرجع معكم في صحن التقديم. هاي البنات بعد ما قليت الكوجات نتاعي انا رفقتها مع هاد الشوربه نتاع المقارون البنات اللي غادي نديرها معكم ان شاء الله في الايام المقبله، غادي نديرها معكم كوصفه. شوفوا البنات قدمتها مع هاد الاصابع نتاع الكوجات اروع ما يكون البنات، تستحق التجربه. هايله بالبزاف. قد ما نشكركم فيها قد ما نوفيلهاش، ولا ما قدرتش نوفيلها حقها. ومع الوصفه بسيطه وان من المذاق نتاعها اللهم بارك. بقى لي غير نكون شهيدكم في الجنه. مع السلامه
في فيديو آخر إن شاء الله. إن شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال يا رب العالمين. ونكم شكرا على المتابعة نتاعكم، شكرا على الدعم نتاعكم، وشكرا على التعليقات تاعكم المحفزة. وإلى فيديو آخر إن شاء الله.